مساء الخير، واخيرا هنعمل مع بعض بلح الشام باظبط وانجح طريقه ممكن تجربوا بيها بلح الشام. عايزه اقول لكم انه هو زي الحلواني بالظبط، طريقته سهله وبسيطه وناجح معاكم من اول مره. سوبر قرمشه لتاني يوم وطري ومليان شربات من جوه. اوعدكم بعد الطريقه دي انه هو مستحيل يفشل، لان ان شاء الله هنحل كل المشاكل اللي ممكن تقابلنا في بلح الشام. ويلا بينا على الوصفة عشان نشوف عملنا ازاي طريقة بلح الشام. اول حاجة هنبدأ بيها هي الشربات. هنجيب كوبايتين من السكر، عليهم كوباية واحدة من المية، وعليهم نص ليمونة هنعصرها. وهاخد الحلة بتاعتي على النار، اول ما تغلي معايا هقوم موطية عليها واسيبها 10 دقايق. بعد 10 دقايق هشيلها لحد ما تبرد، عشان بلح الشام لازم يكون الشربات بتاعه بارد. بلح الشام يكون سخن وينزل فيه الشربات، والشربات يكون بارد. معايا هنا بولة فيها كوبايتين من الدقيق، وعليهم معلقة صغيرة بيكنج باودر ومعلقة صغيرة سكر، ومعايا ذرة ملح، أقل من ربع معلقة ذرة ملح. ونقلب المواد الجافة كلها كده مع بعض، نقلبها كويس. ونروح على البوتاجاز، معانا كوبايتين من المية في طاسة كده او في حلة تكون واسعة. واول ما المية تغلي معايا هنزل بكمية الدقيق كلها بالمكونات اللي انا حطيتها فيها على الطاسة زي ما انتوا شايفين. اول ما المية تغلي اقوم نازلة بالدقيق كله. هنا في اللحظة دي انا وطيت النار. بصي انا هنا كنت وطيت النار خالص، نوطيها يعني نخليها على اقل درجة. ونقلب بقى الموضوع ده كده الدقيق كده كله مع بعض. تجيبي بس معلقة تكون ناشفة، لان المعلقة السيليكون كانت طرية ومش عارفة اقلب بيها، فجبت معلقة تكون ناشفة. تجيبي معلقة خشب مثلا وتقلبي بيها، وتقلبي الدقيق لحد ما يختفي معاكي بالمنظر اللي انت شايفاه ده. وتكون معاكي كده كتلة على بعضها. بصي بقت تتحرك كتلة على بعضها. النار على فكرة شغالة وموطية عليها كلها، انا بقلب فيها. بصي تكون كتلة على بعضها. نروح بقى في البولة بتاعتنا، نحطها في بولة كده. هتلاقيها هي لسه طبعا سخنة، فأنا حاولت احطها في بولة تانية عشان تبرد بسرعة، وافتح فيها فتحات كده عشان خاطر تطلع السخونية بتاعتها وتبرد معايا بسرعة. هنا كانت بردت معايا. هنجيب بقى ربع معلقة ربع كوباية من الزيت. الربع كوباية دي تقدري تحطيها على فكرة في المية عادي، وتقدري ان انت تحطيها كده وتعجنيها زي ما انت شايفة معايا. نزلنا بربع كوباية من الزيت. الزيت طبعا يفضل يكون زيت ذرة. وتقلبي معايا. بصي نعمت ازاي. هنبدأ بقى معايا دلوقتي في المكون اللي بعد كده. بس انا بحب اعجنها كويس، لانك لما تعجنيها كويس هتبقى ناعمة، وعايزينها تبقى جوسي كده معانا او طريه معانا. هننزل معايا 3 بيضات. هننزل ببيضه بيضه، مش هننزل بيهم مره واحده، لا احنا هننزل ببيضه بيضه. وبعد كده نقلب او نعجن لحد ما البيضه دي تختفي معانا. دي كانت تاني بيضة. هنحط على البيض فانيليا سايلة. حطيت على ال3 بيضات شوية فانيليا سايلة. او لو عندك باودر مفيش اي مشكلة طبعا. طبعا احنا بنحط الفانيليا عشان خاطر الزفارة بتاعة البيض. وهنقلب كويس جدا ونعجن كويس. انا عايزاها تكون هي بتلزق في الايد، بس اول ما حطيت شوية زيت في ايدي، بصي ما بقتش تلزق خالص، هي طريه. عايزه اقولك انها طريه زي ما انت شايفه كده، وناعمه زي ما انت شايفه. انا عايزاها بالنعوميه دي. ومش بتلزق معايا. بصي بايدي التانية دي، لان الايد التانية كان فيها عجينه فبتلزق، شيء طبيعي طبعا. لكن الايد التانية لا ما بتلزقش. هنا معايا الكيس الحلواني. انا بوريكم القمع اللي انا شكلت بيه. بصي يفضل القمع اللي هو سنونه ضيقه اللي انت شايفاه ده. والكيس الحلواني يفضل طبعا الكيس القماش. لو عايزين نصيحة مني بجد، كيس القماش هايل جدا في الحلويات والبيتيفور وال ممكن تعملي برضو البسكويت بلح الشام. بصي تحفة، حاجة بجد اختراع. هنجيب معايا بقى نص الكمية كده، هقطع الكمية دي لنصين. دهنت ايدي زيت عشان العجينة ما تلزقش فيه، ودهنت الكيس الحلواني طبعا زيت عشان ما يلزقش فيه.
وجبت معايا هنا صينية اللي هنطلع عليها، دهنتها برضو دهنة زيت كده، وبدأت أشكل الصوابع بتاعتي أو بلح الشام بتاعي وأحطه في الصينية. ولو البوز اتعوج معاكي تجيبي سكينة وتقطعي الحتة اللي هي الزيادة اللي طلعت في الصباع ده. زي ما انت شايفة انا بشكله على ايدي، وممكن تشكليه في الطاسة على طول. انا بس حبيت اني انا اشكله على ايدي عشان تشوفوا طريقة التشكيل، ولو عشان لو كنت حطيته على الطاسة على طول ما كنتوش هتشوفوا الصباع كويس. بصي هنا الصباع طالع بجد تحفة، والعجينة عايزة تتاكل والله العظيم، تتاكل كده من غير آلية بصراحة. يعني جبت هنا السيرب في بولة وحطيته عشان يبرد، على طبعا رحت على البوتاجاز، وحطيت زيت في طاسة، وطيت النار خالص. انا النار عايزاها واطية خالص، مش عايزاها عالية، عشان الصباع بتاعي لما ينزل في الزيت ما يحمرش الكفر بتاعه الخارجي ومن جوه تفضل عجينة. لا، انا عايزة الصباع بتاعي من جوه يستوي، ومن بره ياخد الكفر بتاعه المظبوط. وهنا انا كنت موطيه طبعا النار. كل ما تحس ان النار حسيتي انها بعد الطاسه ديت ما تطلعيها مثلا وحسيت ان الزيت سخن، سيبيه يبرد شويه، طلعيه من على النار كده على جنب شويه يبرد شويه، وترجعيه تاني على النار. لان انا عايزه النار بتاعتي مش حاميه، انا عايزه النار بتاعتي الدرجه بتاعتها تكون مثلا واطيه، يعني توطي الدرجه خالص. فهنا كان الناحيه التانية اخدت لون، تقلبيه، مش تقلبي تحطي الشوكة فيه وتفضلي تقلبي يمين وشمال، لا. اول ما اللي تحت ياخد لون تقلبيه على الناحية، تقلبيه على الناحية التانية عشان ياخد اللون الناحية التانية. زي ما انت شايفة معايا انا خليت الكاميرا مفتوحة وصورت الآلية بمراحلها وكاملة قدامك عشان تبان قدامك الشكل وانا بعمل ايه بالظبط. مرضتش اختصر، عشان لو كنت اختصرت ممكن انتي تحرقي العجينة معاكي. لا، العجينة بتاخد معايا سوا وقت شوية على الناحية دي، واقلب على الناحية دي، وتكون النار واطية ما تكونش عالية. زي ما انت شايفة هنا كانت خلاص اللون المطلوب. ممكن تطلعيه افتح من كده كمان درجة، ما تسيبوهوش ياخد لون قوي كده زي مثلا، عشان لما بيتحط برضو في الشربات بيغمق الدرجة تاني، يعني هيبقى اغمق من كده درجة تاني. اول ما طلعته من الزيت وصفيته كويس رحت منزلاه على طول على الشربات. زي ما انت شايفة، بصي انا بحاول اسمعك هنا الصوت، وقلبته زي ما انت شايفة كده. واول ما قلبته رحت مطلعاه على طول في الطبق. عايزاه مقرمش، اول ما تطلعيه من الطاسه حطيه في الشربات واديله تقليبه وطلعي على طول. طب انا عايزاه طري، لا سيبيه 10 دقايق. لو سبتيه 10 دقايق هيشرب الشربات وهيطلع يبقى طري معاكي. ويلا نشوف هنا الصوت. وحطيت الطاسة التانية عشان اختصر معاكم الفيديو، وعملت برضو نفس اللي انا عملته في الطاسة الاولانية، ولحد ما خد لون وقلبته على الناحية التانية وخد لون وطلعته زي ما انتوا شايفين كده. واول ما هطلعه نزلت بيه على طول في الشربات، وهقلب البلح الشام بتاعي، وبعد كده هطلعه في الطبق بتاعي. وده كان شكل الطبق بتاعي في التقديم. بجد بجد عايزاكم تجربوا الوصفة، وتحفة بجد ومقرمش بجد، طريقة ناجحة 1000000%. عايزاكم تجربوها وتقولوا لي رأيكم فيها ايه. بس بجد انا ما بقولش وصفة غير لما بتكون ناجحة 1000000%. وما تنسوش تحطولي اللايك عشان اللايك بيرفع معايا الفيديو. بليز لو سمحت حطولي لايك قبل ما تخرجوا من الفيديو، عشان بجد هو اللي بينجح معايا الفيديو. لان بجد احنا بنتعب في الفيديوهات دي جدا جدا جدا، ومونتاج وتصوير وكل حاجة.
فبكده وصفتنا النهارده تكون خلصت، اتمنى ان من كل قلبي انها تكون عجبتكم. ما تنسوش تعليقاتكم الحلوه واللايك اللي بيشجعني دايما، واشوفكم على خير، وباي باي.